يوم عطلي ففايق من الصبح، كل شوي بقوم بفتح البراد وبسكره، بفتح البراد وبسكره. قلت خليني جرب غير جو، ففتحت الغسالة. عم بفكر شو بدي اعمل، ما طلع ولا فكرة عراسي. قمت وقفت عيدي بلكي تنزل فكرة، بنزول كمان ما نزل ولا فكرة. قلت خليني اطلع من الشباك بلكي استلهم لي شي فكرة. استلهمت انه في شو، ولما تشوب ما إلك غير المي، فعن جد استلهمت انه لازم روح على مكان في مي. فشفت على الانترنت اكبر مدينة العاب مائية بالشرق الاوسط، وسعر البطاقة والله مسيو كثير يا برو. والله شغل مش حبفضل. معك تديني شغلة 300 درهم لاخر الشهر؟ لك والله انت خيي. وهيك صار فينا نجهز حالنا. مشطت شعراتي وقلت لبكره، ولبست اوعية وانطلقت من البيت. بترككن مع فقرة مراية الاسانسير. أخذت حليب وفريز ومشيت. نهارنا سعيد لازم يكون، لأنه سعيد كثير مبين. ركبت بالباص وقعدت بالطابق اللي فوق مشان نظرتي الفوقية، وشفت شجرات كبار وطيارة فاشتقت للوطن. عبمزح. وصلت على محطة الباص ونزلت لعند عامة الشعب، ومشيت على محطة المترو. انتبهت لراسي، هلق نحن هون راح نروح على هي المحطة ونركب بالترام، نرجع نغير من الترام على مترو صغير ولا مرة ركبان فيه لنوصل. نزلت قبل المحطة اللي دليتكم عليها، فما رح روح بالترام، رح اخذ تاكسي يعطيكم العافية على المترو الجديد. طلع اسمه المترو الجديد، اللي ما بعرفه مونوريل. عم بيقولوا لي من هون لهون ب20 ذهب، إذا بيروح ذهب اياد وهي التيكت وهي المصاري. شكرا، ثانك يو. هي الجزيرة اللي عم تشوفوها اسمها نخلة جميرة، وهي الحارات هي تفرعات النخلة. بما أن أكبر مدينة ألعاب مي بالشرق الأوسط، فطبيعي يكون في عليها زحمة. اشترينا التيكت ولبسونا سوارة الدخول وفتنا. اشتريت كفر ضد المي ب50 درهم مشان صور لكم تحت المي. حطينا أغراضنا بالخزانة ودهن حاله حكمة زيت قلي. وبدأت رحلتنا في أكوا بارك. إن رصيدك هو لو شو هاي. بلشنا بأول لعبة وأخذ حكمة دولاب مزدوج. قلت له لا بدي انزل لحالي لأن بدي صور. جاهزين؟ وهي أشهر لعبة بالمكان. لأنك بتنزل بحوض سمك. المدينة كبيرة لدرجة إنك بتتنقل بين الألعاب بسيارة. أنا حد الشباك ها؟ وللشباب المهتمين في كمية كبيرة من اللي يقبرني. واصل حكمة ها؟ واصل واصل وحياة عمره.
وين ما ننزل؟ هون على اليمين برياحتك حبيبي. وهي اللعبة اسمها يهبط فيك. 3, 2, 1. وإذا مفكرين هاي الألعاب ما بتخوف فأنتوا غلطانين. وهون حكمة مبسوط بالبنات اللي معنا. اتفقنا انه حكمة ينزل قبلي مشان بس انزل يصورني، فخليت واحد ينزل قبلي اني، ونسيت انه حكمة عم يصورني تحت. بعد كل هاي الالعاب السريعة قررنا انه نسبح بالنهر ونسترخي شوي. لا مش هذا النهر. في اماكن بيكونوا مشغلين فيها اغاني حلوة بصوت عالي. وهيك بنكون خلصنا رحلتنا مع حكمة، وإلى اللقاء. ها إذا بعدك عم تحضر الفيديو لهون معناتها كنت مبسوط، لا تكذب علي، فإنه عملنا يا لايك يا كومنت يا شير يا ادعي لنا يا أخي. يلا بنلقاكم بالفيديو الآخر.